الكلاب اختفت. تخيل ان انت صحيت في يوم من الايام بتدور على الكلب بتاعك في الشقة ما لقيتهوش، فقررت ان انت تنزل تدور عليه في الشارع. شفت حاجة غريبة جدا، كل الناس اللي حواليك في المنطقة بتدور على الكلاب بتاعتها. مش بس كده، ده حتى الكلاب البلدي اللي في الشارع مش موجودة. فانت ابتديت ان انت تتخض وطلعت بسرعة على البيت، مسكت الموبايل بتاعك وقررت تكتب بوست على الفيسبوك: يا جماعة أنا الكلب بتاعي ضاع، حد برضو عنده نفس المشكلة دي؟ وكانت المفاجأة كل الكلاب اللي موجودة في العالم اختفت. 340 سلالة اتبخروا. هيجي في دماغك دلوقتي سؤال: هو الكلاب هتنقرض؟ هقول لك لا معلش، اتقل لاخر الفيديو. هل الكلاب هتنقرض ولا هي اصلا انقرضت؟ قبل ما اجاوبك على اي حاجه لازم الاول نعرف حاجه بسيطه جدا: هو يعني ايه الكلب؟ ايه الكائن ده؟ منحدر من انهي سلاله؟ دبب، ذئاب، ثعالب، ضفادع؟ خلينا نجيب الموضوع من اوله. بص يا سيدي، العلماء في الاول كانت فاكره ان الكلاب دي عباره عن سلاله منحدره من الذئاب، وقعدوا يدعبسوا في كل جدود الذئاب عشان يعرفوا انهي سلاله بالظبط اللي جابت لنا الكلب. العلماء بقى لقت ان من 55 مليون سنه كان في نوع من الثدييات سموها الكلاب الدببه، امفاسيون. الكائن ده لا هو ينتمي للكلاب ولا ينتمي للدببه، جسمه جسم دب وراسه راس كلب، طوله كان بيوصل ل 3.5 متر، وزنه بيوصل ل 600 كيلو، كان ضخم جدا، شرس جدا، مفترس، بياكل كل حاجه، لحوم، سمك، فاكهه، ما سابش حاجه. العلماء قالت لك بس هو ده جد 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 الكلاب. بس بعد فتره والتطور التكنولوجي والحفريات اللي احنا بنلاقيها اكتشفوا انه لا، الكلام ده غلط، ده ملوش علاقه بده. واللي اكد لنا اكتر النظريه دي ان الكائن اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو جسمه جسم دب وراسه راس كلب انقرض من 5 مليون سنه، ملوش اي اثر. بس العلماء ما سكتوش. عارف انت الذئب الرمادي؟ كانس لوبس. العلماء كانوا بيعتقدوا ان الكلاب اللي موجوده دلوقتي بتنحدر منه، بس خلي بالك الحته دي تريكي جدا ومعقده. يعني في مجموعه من العلماء بتقول لك الكلاب الموجوده حاليا بتنحدر من الذئب الرمادي، وفي مجموعه بتقول لك لا، الكلام ده مش صحيح. فالابحاث لسه شغاله عن ما هو اصل الكلب، بس كل المتاكدين منه ان البشر استأنسوا الكلاب زمان، استأنسوها يعني كانوا بيربوها. والدليل على كده هي حفرية بون أوبر كاسل اللي لقاها العلماء سنة 1914 في ألمانيا. اكتشف العلماء مقبرة لراجل وست ومعاهم الكلب بتاعهم. عمر المقبرة دي 14,000 سنة. حفرية الكلب بتدل إن هو مريض وكان بيتم الاعتناء بيه، وده يكون عندنا أقدم دليل لاستئناس البشر للحيوانات وتربيتهم كحيوانات أليفة. وفي حضارات تانية كانت بتتعامل مع الكلب على إنه رمز للهيبة. عندك مثلا القدماء المصريين كان عندهم الإله أنوبيس، جسم إنسان، راس ابن آوى، كانت مهمته هي حماية المقابر ومساعدة الأرواح في رحلتها بعد الموت، وكمان كان بيساعد في التحنيط. الأسطورة بتقول إن الإنسان لما بيموت كان أنوبيس بياخد قلبه ويحطه على الميزان، والناحية التانية يحط ريشة الحقيقة ماعت. لو كفة القلب طلعت لفوق معنى كده ان انت قلبك نقي وهتخش الجنة، والعكس لو قلبك طب ده معناه ان انت شرير وهتخش النار. ومش بس القدماء المصريين اللي بيتعاملوا مع الكلب على انه رمز للهيبة، انت كمان عندك الاساطير الاغريقية. عندك سيربرس حارس العالم السفلي. الاسطورة بتقول ان كان في كلب ضخم مخيف عنده 3 رؤوس، مهمته هي حراسة بوابة العالم السفلي. لو انت اتفرجت على فيلم هيركليز فهو كان موجود في الفيلم. كلام جميل، بس وايه يعني؟ ايه يعني لو صحينا الصبح ما لقيناش ولا كلب في الشارع ولا حتى الكلاب اللي في البيوت؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ عادي؟ لا والله هو مش عادي خالص، لان الكلاب ذو اهميه ضخمه جدا في حياتك ايها البائس. يعني الكلاب بتحرسك من الحراميه ومن الكائنات المفترسه، ده غير ان في انواع من الكلاب بيتم استخدامها في انقاذ الغرقى او انتشال المفقودين من تحت المباني الواقعه. وعندك الكلاب البوليسيه بتكشف المخدرات والمتفجرات، ده غير كمان الكلاب الممرضة اللي بترافق كبار السن والمرضى زي اللي عندهم سكر أو توحد. بص الفيديو ده لكلب بيقرب من صاحبته وبيخليها تقعد على الأرض وتاخد دواء الصرع، وده لأن الكلب متدرب إن هو يميز ريحة هرمون التوتر الكورتيزول أدرينالين قبل نوبة الصرع بشوية، وبيقدر كمان إن هو يحس برعشة إيد وجسم المريض وأي تغيرات بتحصل في ضربات القلب والتنفس، فبيبتدي ينبه صاحبته المريضة إن هي تاخد الدواء قبل ما يجيلها النوبة. ده كله كوم وإن الكلاب بتلعب دور كبير جدا في حماية البيئة. الكلاب بتاكل القوارض والحيوانات الضارة اللي بتنشر الأمراض ما بيننا، يعني مفيش كلاب مفيش أمان، مفيش نظام في البيئة، وكمان حضرتك الأمراض هتنتشر. سيبك بقى من كل ده، نيجي لسؤال الحلقة: هو هل فعلا الكلاب ممكن تنقرض؟
وهتنقرض بسبب حاجه عمرها ما خطرت على بالك ولا قلناها في اي حلقه قبل كده: تغير المناخ. ارتفاع درجة الحرارة بيأثر علينا، بس بيأثر على الحيوانات قبلينا. طبقا لدراسة اتنشرت في Scientific Reports، العلماء بتقول ان بسبب شعر الكلاب التقيل ارتفاع درجة حرارة الجو بيعرضهم لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. لك أن تشعر بمعاناة كلب هاسكي عايش في عز الحر مثلا في مصر. انا عايزه اقول لك ان سنه 2020 تم تسجيل كذا حاله وفاه لكلاب بسبب موجه الحر الشديده اللي ضربت اوروبا وامريكا الشماليه. ده غير اصلا ان ارتفاع درجه الحراره هيزود البراغيث والقراد. ووفقا لبحث في جامعه كاليفورنيا، انتشار الحشرات دي بينقل الامراض بين الكلاب وبعضها، وممكن تسبب في فشل لاعضاء الكلب لو ما اتلحقش. ده غير كمان ان اي تغير بيحصل في النمط بتاع الامطار ودرجه الحراره ده بيأثر على الحيوانات اللي بتاكلها الكلاب البريه، فهي هتموت يا هتنقرض يا هتهاجر. وده هيخلي الكلاب الموجوده في الشارع يا اما تخش في مجاعات يا اما تهاجر لبيئه تانيه. هاجرت لبيئه تانيه ابتدت انها تتنافس مع الحيوانات التانية اللي موجودة في البيئة التانية، اذا كده حصل عندنا مشاكل في البيئة التانية وحصل خلل في النظام البيئي. ناهيك عن نقل الامراض من بيئة للتانية. اصل حوار نقل الامراض ده اضالك على سلالة كاملة من الكلاب، هقولك عليها شوية كده. في حالة تغير المناخ قلنا ان بسبب ارتفاع درجة الحرارة والمشاكل اللي حاصلة دلوقتي في الكوكب، الفيضانات هتزيد، الامطار هتزيد، حرائق الغابات هتزيد، الاعاصير هتزيد، كل ده بيأثر على الكلاب. النيجر بيأثر على كل حاجه، بس احنا دلوقتي مهم بالنسبه لنا الكلاب، ده كله هيأثر على الكلاب. وفقا لدراسه في جامعه هارفارد، الكلاب بيحصل لها قلق وتوتر بسبب التغير المفاجئ في الطقس او فقدان البيئه المألوفه اللي كانوا عايشين فيها. يعني انت عندك مثلا سنه 2021 طبقا لتقرير الجمعيه الامريكيه للوقايه من القسوه على الحيوانات، بيقول لك ان حرائق الغابات اللي حصلت في كاليفورنيا خلت الاف الكلاب اللي هي تهاجر من مكانها لمكان تاني، وده عمل ازمات رهيبه. ثانيه واحده، هو انت كده قصدك ان الكلاب هتنقرض؟ لا، هي الكلاب مش هتنقرض، هي اصلا في منها انقرض. فاكر لما قلت لك حوار يتنقل كلب من بيئه لبيئه تانية ده هينقل معاه امراض؟ في بدايه القرن ال15 ابتدى الغزو الاوروبي على الامريكتين. في الوقت ده كان في نوع من الكلاب المحليه عايش مستقنيس مع السكان الاصليين اللي هم الهنود الحمر. الاوروبيين لما جم على الامريكتين ما جوش لوحدهم، كانوا جايبين الكلاب بتاعتهم معاهم. الكلاب دي جاية من بيئة لبيئة تانية، بيئة جديدة، لما اختلطت بالكلاب المحلية نقلت لها أمراض. الكلاب المحلية يا حبايبي ما كانش عندهم مناعة من الجراثيم والبكتيريا والأمراض اللي جاية لنا من القارة الأوروبية، فيا عيني الكلاب المحلية جالها أمراض، بجانب إن الكلاب اللي جاية عليهم بقت بتنافسهم على الأكل بتاعهم. والاوروبيين لما ابتدوا ان هم يقضوا على الهنود الحمر ما بقاش خلاص حد بيستأنس الكلاب المحليه، الناس دي جايبه كلابهم معاهم، فالكلب المحلي يا عيني بقى مريض مش لاقي ياكل ومحدش بيعتني بيه فانقرض. هقولك ثانيه واحده، هو كده معناه ان الكلاب الهاسكي الجولدن، الكلاب البلدي اللي في الشارع، ممكن كده في المستقبل القريب تنقرض؟ لا، مش في المستقبل القريب قوي، بس انت عندك كام نوع كده موجودين دلوقتي مهددين بالانقراض. عندك الكلاب من نوع الانويت والشاربي، عددهم حاليا قليله ومهددين بالانقراض، ده غير الذئاب والكلاب البريه الافريقيه اللي تغير المناخ بيأثر على الاكل بتاعهم، فهم كمان هينقرضوا. ولكن وفقا لدراسه من جامعه كامبريدج، الكلاب من اكتر الحيوانات تكيفا مع البيئات المختلفه، ده غير كمان ان السلالات بتاعتها كتير. ايوه يعني الكلاب هتنقرض ولا لا؟ ما تقلقش، الكلب بتاعك في الحفظ والصون هينقرض بس مش دلوقتي. قولي بس من وجهة نظرك، احنا اتكلمنا على أهمية الكلاب وقد ايه هي رمز الأمن والحماية والكلام ده كله، انت متخيل لو أعداد الكلاب اللي موجودة في الشارع زادت بكميات كبيرة جدا، ده ممكن يأثر علينا وعلى البيئة بتاعتنا ازاي؟